والله صورك بجد. سحر ولا شعوذه ولا مكنه ولا مش مكنه اهو. اللهم بارك. شايفين؟ الله فكرتني بايام زمان. طعمها حلو بجد. والله جميله. مش هتصدقوني لو قلت لكم ان انا وفرت 2000 جنيه حق المكنه، مكنه الشعريه يا بنات، الشعريه البلدي او الفلاحي. عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي فيها قوي قوي قوي. يعني بصوا ما تتخيلوش انا بقالي سنين قد ايه ما اكلتهاش. عايزه اقول لكم ان من ايام جدي وجدتي الله يرحمهم كانوا دايما بيعملوها، وكنت بموت فيها لما يكون بقى عليها كده زبده بلدي وشويه سكر. يا سلام. او تعمليها بقى بالحليب، او بصي عايزه اقول لك تعمليها حتى حادق. يعني عايزه اقول لكم كده دي زمان، يعني ده كده كان الاندومي بتاع زمان، العشق. اللي هيجربها هيدمنها. بصوا عايزه اقول لكم بقى تديها لاطفالكم احسن من الاندومي بجد الف مره. هعملها معاكم بطريقه سهله جدا، مفيش اي مكونات اصلا. عايزه اقول لكم انها سهله قوي قوي قوي، وكمان انا ما عنديش المكنه ونفسي اعملها، فهعملها معاكم من غير المكنه. الشكل هيطلع معانا مختلف خالص، ولكن الطعم هو هو. هقول لكم كل التريكات والتفاصيل اللي هتطلعي بيها الشعريه البلدي زي زمان بالظبط، بريحه زمان وطعم زمان ما شاء الله. دعوه بقى كبيره لماما حبيبتي، علشان هي اللي قالت لي على الفكره دي، وهي كمان اللي قالت لي على الطريقه والتفاصيل والتريكات وكل حاجه. فيلا بينا بقى نشوف عملنا ايه. اهم حاجه ما تفوتيش ولا لحظه من الفيديو، علشان كل حاجه هنقولها مهمه جدا ان شاء الله. وما تنسوش كمان اللايك الجميل من ايديكم، حطوا لايك كتير للفيديو. الموضوع سهل جدا، دقيق وميه وشويه ملح بس كده. شفتوا مقادير اسهل من كده؟ الكميه اللي عملتها هي كيلو دقيق، بحط عليه معلقه ملح تمام، وبعجن بميه سخنه. ده مهم جدا، مش سخنه اللي هي سخنه قوي ولا هي دافيه، لا سخنه اللي هو يا دوبك ايدك تستحملها. تمام. ركزوا معايا. تاني حاجه العجينه بتاعتنا النهارده هتكون يابسه جدا جدا جدا. هتعجني فيها شويه كويسين، ولازم العجينه تكون يابسه وناشفه لدرجه انك ما تبقيش قادره تعجنيها. بالظبط كده. بصوا انا كنت ببل ايدي ميه، يا دوبك بس ابل ايدي ميه وابدا اغرز فيها، علشان الميه دي بتساعدني ان انا اغرز واعجن فيها بسهوله. ولكن مش همرقها، يعني هي خلاص العجينه مظبوطه معايا، انا مش عايزه امرقها، انا عايزاها ناشفه كده. بصوا يعني تبقي بتعجنيها بالعافيه بالشكل ده. انا عايزه العجينه لازم تكون كده. ده مهم جدا وضروري جدا، علشان الشعريه دي نوع من انواع المكرونه، فانت هتيجي تسلقيها لازم تاخد في السوا وتتسلق وتبقى كده مفلفله. وبصوا ما شاء الله هتشوفوها معايا لاخر خطوه هنعمل فيها ايه. شايفين هنا بقى؟ ركزوا معايا في ملمس العجينه شكله عامل ازاي. شايفين العجينه زي ما قلت لكم يابسه جدا جدا، وشايفين ملمسها، وعجنتها كويس لحد ما بقت بالمنظر ده معايا. فردتها شويه صغيرين قوي، وبدات ان انا اقطع فيها بالشكل ده كوبايه صغيره، وهبدا ان انا اقطع كده. عايزه اقول لكم ان التقطيع ما خدش مني وقت خالص، وسهل قوي 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 بالطريقه دي. كمان طلعوا مدورين ومتكورين. وبصوا عايزه اقول لكم اعملوا كده خطيره. ما شاء الله. بصوا كورت كل الكميه بسرعه بالشكل ده. الكرة معانا لازم تكون كبيرة قد حبة البرتقانة كده تقريبا. بعد ما بكور العجينة بغطيها واسيبها ترتاح، ضروري جدا علشان وانا بفرد تتفرد معايا بسهولة وتكون مرتاحة حلو. يعني انا اول ما عجنتها قطعت على طول، يعني ما بسيبهاش ترتاح، بعجن وبقطع. بعد ما بقطع بقى ضروري جدا ان انا اسيب العجينة بتاعتي ترتاح، وبعد كده ابدأ اشتغل. ركزوا بقى معايا في الخطوات بتاعه الشغل. بجيب كل كوره يا دوبك افردها قد القرصه، وطبعا مع ان انا برش دقيق باستمرار. تمام. بشتغل كل 3 كورات مع بعض، يعني انا دلوقتي معايا 3، ببدا افرد كل واحده واحط عليها دقيق واحط اللي فوقيها. فاهمين؟ زي ما انتم شايفين كده عملت 3 فوق بعض بالشكل ده. هبدا بقى بالنشابه بتاعتي وافرد، اوسع معايا وافردهم، هيتفردوا مره واحده. شايفين؟ كل بس ما بتوسع معايا ابدا ان انا افكهم من بعض، واحط شويه دقيق بين كل واحده والتانيه، وارجع احطهم فوق بعض تاني واوسع. عايزه اقول لكم الموضوع سهل قوي، مش هتاخد منك وقت، واشتغلت كل الكميه 3 ب3. هوريكم دلوقتي السمك اللي احنا عايزينه. بصوا كده شايفين بتوسع معايا ازاي؟ ال3 فوق بعض بيوسعوا مره واحده، ما تقلقيش خالص. اهم حاجه تاكدي انك بتحطي دقيق بكميه كويسه. بصوا بيتفكوا من بعض بكل سهوله. برضو زياده امان، كل ما احس ان بتوسع معايا ببدا احط دقيق وكده. تمام. بصوا بقى في الاخر قمت ايه، خدت واحده واحده علشان اديها السمك اللي انا عايزاه، واتك على الحراف. تمام. علشان لما اخد كل واحده لوحدها فاعرف ان انا افرد من الاحراف كويس.
وعلشان كمان اوريكم السمك اللي انا عايزاه زي ما انتوا شفتوه كده. كنت عايزه اقول لكم مقدار الميه في العجينه هو مفيش مقدار معين، لازم ننزل بالميه شويه بشويه تمام بالتدريج. وكمان كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني كل دقيق بياخد كميه سوائل غير التانية. فزي ما وريتكم سمك العجينة وانها تكون يابسة جدا ده مهم وضروري جدا جدا. شغلنا كله هيبقى بالدقيق، ان احنا بنستخدم دقيق طول ما احنا بنفرد وبنقطع، لان ده سبب من اسباب ان الشعرية تطلع معانا ناجحة جدا جدا جدا. يعني بصوا عايزه اقول لكم هي تنفع مكرونه كمان، نعملها مكرونه برضو هتبقى تحفه ما شاء الله. بصوا يا حبيباتي ركزوا قوي في الخطوه دي. انا عملت ايه؟ طبعا انا معايا 3 طبقات فوق بعض، طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنشتغل ال3 فوق بعض، فردناهم كويس وحاطين ما بينهم دقيق كويس برضو. وبعد كده ببدا اقطع بالسكينه عادي خالص، بكون حاطه صبعي وماشيه مع ايدي التانية اللي هي بتقطع بالسكينه. تقريبا انا عامله عرضها نص سنتي تمام، يعني بالويم كده، واحده جت تخينه شويه واحده رفيعه شويه مفيش مشكله، بس انا تقريبا ماشيه كده الواحده نص سنتي. عايزه تعمليها ارفع من كده هتكون حلوه جدا، انا حابه سمكها كده تكون تخينه علشان كده يعني ايه وانا باكل كده تكون بتلظ كده وبتندغ وتبقى باينه قوي في الاكل، فانا حباها كده فعاملاها تخينه شويه. حابه ترفعيها قطعي رفيع، طبعا ده يرجع لك اللي انت عايزاه تمام. دي تاني مره اهو هشتغلها معاكم علشان الموضوع يكون قدامكم. زي ما انتم شايفين بحط 3 فوق بعض ما بينهم دقيق وابدا اوسع وبعدين افتحهم عن بعض، احط ما بينهم دقيق تاني وابدا ارجع اوسعهم تاني، وبعد كده ابدا اقطع بقى بالسكينه وبرده يكون ما بينهم دقيق كويس تمام، علشان لو جيت اقطع بالسكينه ومفيش ما بينهم دقيق كويس فالسكينه هتخليهم يلزقوا، الشرايط تلزق في بعضها. فبصوا لازم احط دقيق اهو تمام، وابدا ان انا اقطع بقى بالسكينه تاني بالشكل ده. ركزوا في التقطيع سهل جدا، وركزوا في ايدي وهي بتقطع هتلاقوا الموضوع سهل قوي قوي قوي. بعد بقى ما بنقطع الخطوه اللي بعد كده بنجيب شويه دقيق كويسين ونبدا بقى ان احنا نغلف كل الشرايط دي بالدقيق تاني تمام. بنرش بس كمان رشه خفيفه كده من الدقيق ونبدا نغلفهم بالشكل ده. بعد كده بجيب المنخل واحط فيها بحيث انفض الدقيق ده تاني، يعني هي خلاص اتغلفت بالدقيق، عايزه بقى اي دقيق زياده ينزل، انا مش عايزه اي دقيق زياده خالص علشان لما اجي احمصها الدقيق الزياده دون ما يتحرقش معايا. فبصوا بقى انا بعمل ايه، بجيب المنخل وانخلها بحيث اي دقيق زياده ينزل، وبعد كده افردها في صواني. عايزه اقول لكم بقى افردوها على قد ما تقدروا في صواني واطلعوا بيها في الشمس. حان وقت الخطوه المهمه، لازم تفرديها يا اما في الشمس يا اما في الهواء، ويفضل في الشمس لان الشمس بقى بتسحب منها اي رطوبه بتخليها كده تتشمع. الشعريه دي لازم تتشمع، بتنشف كده تلاقيها ايه نشفت معاكي، بس طبعا مش دي اخر مرحله، لا في مرحله التحميص هقولك عليها دلوقتي، بس مهم جدا مرحله الشمس او في الهواء، بس قلتلك يفضل الشمس علشان تسحب منها الرطوبه والشعريه معانا تتشمع. وتعالي بقى اسمعك صوتها بعد ما نزلتها من الشمس وعامله ازاي، وشوفوا ازاي بصوا بقت جامده ازاي وبصوا صوتها شايفين. بصوا بقى انتوا كده ماشيين صح الصح. طول ما انا بعملها عماله تيجي في دماغي ذكريات بجد ومبسوطه قوي، يعني مش قادره اقول لكم كمان وانا باكلها حسيت بايه. بصوا هنا بعمل ايه، انا يعني حبيت اجيب المنخل تاني علشان برضو اي دقيق هو اصلا لما بتتحط في الشمس بتنفض الدقيق الزياده كمان تمام، فانا حبيت اعملها بالمنخل كمان مره علشان لو فيها اي دقيق زياده ده ما يتحرقش. بنعمل ايه بقى، بندخلها الفرن على درجه حراره عاليه على الرف الاوسط تمام، وببدا ان انا اقلبها او اقيد لها الفرن من تحت ومن فوق بحيث تتحمص بالشكل ده. طبعا لو عندك بقى فرن بلدي يا سلام، ايدي بقى كده علي الفرن وخليها تتحمص على طول. بصوا ده اللون اللي احنا عايزينه اللي هو لون هادي كده، هو كمان اللون مش باين هتشوفوها لما تتسلق لونها الحقيقي، والتحميصه اللي احنا اديناها لها في الفرن هتبان. بنفردها في صاج عادي وندخلها الفرن ومش هتاخد وقت خالص، اقعدي جنبها هتتحمص في ثواني. تقدري كمان تعمليها على عين البوتاجاز وعلى نار هاديه قوي وتبداي تقلبيها باستمرار تمام. بصوا بقى هنا معايا ميه بتغلي وهبدا انزل بالشعريه بتاعتي والميه تكون بتغلي، مش بحط في الميه بتاعتي اي حاجه، بنزل بالشعريه تمام. بصوا بقى الميه بتاعتي صافيه وجميله وما ختمتش، ده دليل انها ما فيهاش دقيق زياده، وشايفين مفلفله وبتاخد في السوى، ده دليل برضو انها ناجحه جدا ومش حاجه بقى كده تتهري او تبوش، لا 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 لا، احنا بنعملها زي المكرونه بتقعد على النار 10 دقايق بالظبط وتكون اتسلقت. خرجيها وهي سخنه جدا جدا وعلى طول حطي عليها معلقتين سكر وشويه زبده بقى فلاحي وكليها على طول وهي سخنه.
فظيعة فظيعة فظيعة، مش عايزة اقول لكم طعمها عامل ازاي. طبعا لو عندك لبن بقى اعمليها باللبن، انا بحبها اكتر بالزبدة والسكر بصراحة. عايزه اقول لك لو عايزه تعمليها زي الاندومي اعمليها واديها لاطفالك برضو، ما شاء الله. شايفين شكلها وشايفين لونها بعد ما اتسلقت، باين التحميصه بتاعتها وباين لونها الجميل ما شاء الله. ما تنسوش بقى لايك الجميل من ايديكم وتعليق ولو بحرف، علشان ده هيساعدك ان الفيديوهات توصل لك بعد كده. وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.